السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حفظ الكويت في كل مكان وفي كل محافظه. طلاب سينيور 1، اهلا وسهلا بيكم. النهارده ان شاء الله عمر سلمان جاي يحييكم من الارض. هنا هنبدا مع بعض نحل اسئلتنا الخاصه بالجزئيه التي اتكلمنا فيها عن الدينستي وعن الاكسبشن بتاعت الووتر وعن حاجات كتيره هنتكلم عليها. والنهارده خلي بالك في حصص اللي نازله على اليوتيوب، سواء نزلت او لسه هتنزل. خلي بالك الاكسترا موت الاسئله مهمه. مش بس كده، ده كمان السمري موت الموت. السمري كل الناس بتدور عليه لكل طالب سينيور 1. بدات ما بداتش، انا لميت لك الدنيا كلها في سمري، في ملخص. بلاش في ساعتين زمن خلصنا كل اللي فاتنا، وكل اللي فات من عمري عدى كانه ساعتين زمن موجودين على اليوتيوب. خش اتفرج عليهم هتبقى يعجبوك قوي 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 قوي. يلا بينا رجاله نبدا نحل مع بعض الاسئله بتاعتنا. يلا بينا. يقول لي the ability of the substance to flow and not take fixed shape، يعني القدره انها تفلو، يعني تتحرك بانسيابيه وما بتاخدش شكل معين. اي شكل حط فيه بتاخد الشكل بتاعه. دي اسمها ايه؟ دول الفلويدز. مين الفلويدز اللي عندي في المنهج؟ بيبقى الليكويد اند الجاز. حلو. اللي بعده the density of water is 1 جرام سنتيمتر كيوب. صح. اد 4 سيليزيوس. حاصل. this means that ايه يا مستر؟ the mass of 1 سنتيمتر كيوب 4 كيلو جرام، والسنتيمتر كيوب ما يجيش مع كيلو جرام. طب ماس اوف 1 سنتيمتر كيوب مع جرام، الصغير مع الصغير، الجرام اخذت سنتيمتر، فتكون الاجابه الصحيحه هي الاجابه بي، لان احنا قايلين 1 جرام سنتيمتر كيوب اور 1000 كيلو جرام متر كيوب. واعمل حسابك هنحل شويه اسئله ولا. بص يا سيدي، the density of water is 1 جرام سنتيمتر كيوب at temperature 4 سيليزيوس. it is equivalent to، يعني كلمة equivalent زي ايه؟ زي 1000 كيلو جرام متر كيوب. لسه حلنا الأسئلة في الأول لذيذة، نبدأ بقى نرخم شوية. The density of water is 1 جرام سنتيمتر كيوب at temperature 4 سيليزيوس. when the temperature decrease to 0، لما درجة الحرارة تقل لحد ما توصل لحاجة اسمها 0 سيليزيوس. صلي على سيدنا محمد. بص يا باشا، ايه ده؟ لو النبي ما تزعليش اهي كده، ده يعتبر بالنسبه لي اب نورمال، يعني الراجل ده غير طبيعي. وطالما الراجل غير طبيعي، التمبريتشر كانت عكس الدينستي في الطبيعي، يبقى ده مع الدينستي. يبقى الدينستي هيحصل لها ايه؟ هتقل. مش بس كده، كان لما درجه الحراره تقل من كش، لا احنا هنتفرد، هيحصل لنا اكس باند زي التلج. يبقى هنا الفوليوم بيزيد. يبقى الاجابه الفوليوم انكريز. صح. طب هل الدينستي انكريز؟ لا، الدينستي ديكريز. تبقى الاجابه الصح عندك هي الاجابه بي. دايما فك الحاجه بره ارجع حل. بيقول لي the water temperature increased from 0 to 4، درجه الحراره بتزيد من 0 ل 4. برضه انا في المنطقه بتاعه الغير طبيعي. في الغير طبيعي درجه الحراره مع الدنستي، درجه الحراره تزيد، فالدنستي اللي العلامه بتاعتها كده اسمها رو، هي كمان يحصل لها ايه؟ هتزيد. والدنستي بتساوي ماس على فوليوم، ماس على فوليوم، وزن على حجم. ماشي. وكمان طالما انا في الغير طبيعي، الصح ان لما التمبريتشر تقل او سوري التمبريتشر تزيد نعمل اكسباند، نبعد عن بعض. لا، احنا هنعمله شيرينج. يبقى الفوليوم هيقل والدنستي هتزيد. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه سي. رجاله سينيور 1، the maximum value of water density at temperature is، اعلى دنستي للميه اللي هي اسمها 1 جرام سنتيمتر كيوب او 1000 كيلو جرام متر كيوب عند درجه حراره 4 سليزيوس. ولو كنت ناسي افكرك، هفكر. هو ليه بيمشي؟ انت بتمشي ليه؟ يا حبيبي ليه مشيت؟ وسبتني في الذكريات، كنت خايف بالفراق واكتشفت انه انتهيت عند درجة حرارة 4 سيليزيوس. كانت أعلى دينستي. بالله عليك، ده الجراف بتاع مين؟ الدينستي. خد معلومة، خلي بالك في التقييمات كمان لما انزلها لك، بجد انت عقلك وبالك وقلبك هيكون معايا وانا بقول لك بعض الافكار الجديدة الحلوة اللي هتعجبك. على دينستي عند 4 سيليزيوس. مش بس كده، لو قال لك ارسم لي جراف الفوليوم، تعمل له كده، ما تهزرش،
يس عكس ده على طول. بص 4 سليزيوس. هو انا ماشي كده طبيعي ولا غير طبيعي؟ طبيعي. درجه الحراره بيحصل لها ايه؟ بتزيد. في الحاله الطبيعيه يبقى الفوليوم هيحصل له ايه؟ هيزيد. طب وانا ماشي كده لحد الزيرو، طبيعي ولا غير طبيعي؟ غير طبيعي. درجه الحراره بيحصل لها ايه؟ بتقل. غير طبيعي يبقى معناها ان انا الصح ان انا اشرينك، لا انا هعمل اكس باند يعني زي التلج، فالفوليوم هيزيد. اوه حلو حلو حلو. اللي بعده ذا انامولس. طبعا شوف كلمه انامولس تتخض. كلمه انامولس يعني حاجه غير طبيعيه، يعني اكسبشن، يعني اب نورمال. ايه الحاجه الغير طبيعيه في الاكسبانشن اوف ووتر اوكير؟ الميه امتى بتحصل لها اكسباند بس بشكل غير طبيعي؟ ده في التلج، ايوه. ده اقل من الصفر، ايوه. وانا ماشي من 4 رايح للزيرو انا بيحصل لي اكسباند. يبقى هنا الاجابه ذا تمبريتشر ديكريز من 4 الى 0. برنس. اللي بعده. اللي بعده بيقول لحضرتك هنا، يلا بقى الاسئله، يلا بقى هنعلق شويه بس عادي. The density of water at 1 جرام سنتيمتر temperature 4 سيلسيوس. So the volume، انا عايز اعرف الفوليوم بتاع 4 كيلو جرام. ماشي واحده واحده. انت لو جيت فكرت هنا، صلي على سيدنا محمد، هي اوف ايه؟ اوف ووتر. هو انت كده كده الميه شمال يمين حبه التنين، جبت منها كيلو، جبت منها 2، جبت منها 3، فالدنس بتاعتها بايه يا رجاله؟ يا اما 1 جرام سنتيمتر كيوب او 1000 كيلو جرام متر كيوب، يا ده اوكي. بس هنا ده بالكيلو، يبقى انا اللي هعمله هقول ان الدنستي 1000 كيلو جرام متر كيوب يساوي ايه؟ ماس على فوليوم. هو الماس بكام؟ الماس اهو بيقول لي، سيبك بقى من اللي هو قايله، هو هنا بيقول لي ايه؟ لما كان 1 جرام، ماليش دعوه بالجرام، بيقول لي بيتكلم بالكيلو. الماس ب 4 كيلو جرام على الفوليوم، وكده كده الفوليوم بالليتر او سوري، هنا هيبقى بالمتر كيوب. اعمل ايه؟ باشا شغل بقى ماث، رجاله الماث الجامدين. اللي تحت ده انا ما اعرفوش. هعمل ايه يا رجاله؟ قال لي كل اللي هعمله هشقلب، هطلع الفوليوم هناك واجيب ال1000 تحت. يعني هيبقى بالبلدي كده الفوليوم يساوي 4 على 1000. يعني اللي انا عملته ماس، لما تودي هناك تودي بالتايمز وتودي هناك بالتايمز بالديفايد، فهتبقى 4 على 1000. لو انت جاي شطور امور كده حبيب قلبي، 4 على 1000 يطلع معاك على الكالكوليتور 0.004. تكون الاجابه الصحيحه هي الاجابه ايه؟ اللي بعده. وخلي بالك يبقى بالمتر، وانا اشتغلت بالكيلو جرام عشان خاطر تاني الكيلو جرام يبقى ده بالكيلو. وافتكر ان احنا عندنا الدنستي بتاعت الميه كام؟ 1000. يلا بينا، 1000 كيلو جرام متر كيوب، وانا عندي الكيلو جرام بس مش معايا متر كيوب بكام فجبته. طب هنا بص، وين ميلتنج جلاسير ووتر انسايد اوشن. بالبلدي لو انا دلوقتي جلاسير ووتر يعني مياه الجبل المتجمده او مياه الريفر المتجمده، مش عايزين ده في حاجه، لا. بالبلدي جبت ميه مجمده. كلمه جلاسير مقصود بيها ان دي ميه عذبه، فلما سيادتك بتسيح ميه عذبه في قلب الاوشن، والاوشن ميه مالحه، الميه العذبه معروف ان هي خفيفه، ومعنى كلمه خفيفه يعني لو دينستي، اما دي معروفه ان هي هاي دينستي تقيله. فدايما الميه العذبه هتبقى موجوده فوق، والميه المالحه هتكون موجوده تحت. يبقى الاجابه عندي ان هما مش هيميكس. الميه الفريش هتكون فلوت اون ذا سيرفيس اوف سولت ووتر، لان كل ما الملح بيزيد كل ما تقل وكثافه الميه بتزيد. اللي بعديه فروم ذا جراف، من الجراف اللي قدامنا، ذا فوليوم اوف كوانتيتي اوف ووتر ويز ماس 2 كيلو جرام. يبقى انا معايا وزن اسمه 2 كيلو جرام. التمبريتشر 4 سليزيوس. ماشي واحده واحده كده، راجل طبيعي وكويس. 2 كيلو جرام، انا معايا 2 كيلو. انت عايز الفوليوم صح؟ الفوليوم حاضر، معيش الفوليوم. ايه ده؟ هو ده قانون الدنستي، ماس على فوليوم. طب هي الدنستي معلش بتاعه الميه عند درجة حرارة 4 سليزيوس ده طبيعي ولا غير طبيعي؟ ده طبيعي. طب معلش في الحالة الطبيعية الدنستي بتاعتي بتبقى كام؟ طالما بص 1 جرام، بس استنى، أنا هنا عايز إيه؟ أنا عايزها بالكيلو،
هتبقى 1000. نفس السؤال. هعمل ايه يا ساده؟ في ناس بتحلها بالفهلوه، بس انا طلبتي ورجالتي لازم عارفين بتيجي منين. امال ايه؟ هاخد ال1000 انزلها تحت واخد الفوليوم اطلعها فوق، هيبقى 2 على 1000 تساوي الفوليوم بقى. طبعا الفوليوم هنا هيبقى متر كيوب، هتساوي عندي يا رجاله 0.002 متر كيوب. اللي بعده بيقول لي both the volume and density of water change with temperature من 0 to 4. من 0 to 4 اعرف ان انا كده يا رجاله اصبحت راجل غير طبيعي. ماشي، وطالما انا راجل غير طبيعي إيه انا بزيد. خلي بالك قال لك تمبريتشر انكريز. لما التمبريتشر بتزيد، وعرفت منين؟ السهم بيزور من 0 ل 4. تمبريتشر بتزيد ساعتها يا مستر انا بعمل عكس الطبيعي. كده الدنستي كانت عكسي، ولكن انا طالما غير طبيعي يبقى الدنستي كمان هتزيد. الصح ان انا اعمل ايه؟ اكسباند. لا، انا هعمل حاجه اسمها شرينك، يعني الفوليوم هتقل. يبقى الاجابه الصح الفوليوم هيقل والدنستي عند حضرتك هتزيد، تبقى الاجابه سي. اللي بعده A sample photo has a density of 1 جرام سنتيمتر كيوب. ماشي، this sample is مين؟ دي ميه في الحاله الطبيعيه، بس ما بقولش عليها ميه عاديه، بتقول عليها كلمه اسمها distilled، يعني ميه مقطره. كلمه مقطره يعني ما فيهاش اي شوائب، ما فيهاش اي اينز، ما فيهاش اي حاجه، ميه طبيعيه ما فيهاش اي اضافات. خلاص، يبقى اسمها ديستilled ووتر عند درجه حراره 4 سيليزيوس. حلو موت. اللي بعديه which of the following device used to measure the density؟ ها، مين بيقيس الدنستي؟ انبوبه رفيعه مصنوعه من الازاز، فيها بالونه موجوده من تحت وفيها تقله عندي من هنا. افتكر الانبوبه كانت مترقمه كده. معلومه جديده، الزيرو موجود من فوق. الله، الزيرو موجود من فوق، مترقمه from upper to lower، مترقمه من فوق لتحت. اسمع معايا وسمعني. قلت لك لو ترقيمك جه تحت يبقى الماده دي تقيله ما عرفتش اغرس فيها، هاي دينستي. ولو الترقيم عندك ضرب من فوق الماده خفيفه، لو دينستي. يا ولا يا ولا يا ولا، اسمه هيدرومتر. او ماي جاد. اللي بعديه ذا هيدرومتر سكيل ماله؟ قال لي ذا لور سكيل ايدنتيكيت زيرو. هل تحت في زيرو؟ لا. طب هل فوق يعتبر زيرو؟ يعني هل لو انا موجود فوق يبقى زيرو دينستي؟ مش شرط يبقى زيرو دينستي. ما هو بص، انا موجود فوق اوريدي، ما الدينستي 0.1 بوينت. ما اللي يقول لك انديكيت زيرو هو بيتكلم على الزيرو بس. لا، ما هو فوق في حاجات كتير غلط، الكلمه حتى مش مظبوطه. ذا لور سكيل، ما هو ما قالكش مثلا انا واقف عند خط معين. وخلي بالك مين اللي الدينستي بتاعته بزيرو ده؟ نكمل. ذا لور سكيل انديكيت ذا لو دينستي. هل تحت لو دينستي؟ لا، تحت يعني ما غرستش قوي، يبقى دي هاي دينستي مش لو. بعد كده ذا ابر سكيل انديكيت لو دينستي. ايوه، ذا ابر سكيل انديكيت ذا لو دينستي. اللي بعده ذا هيدرومتر هي عباره عن انبوبه رفيعه اهي. ذا فانكشن اوف وايد كافيتي، فيها بالونه موجوده من تحت. وايد يعني عامله كده عريضه. خلاص، حاجه عريضه ليه؟ عشان يحصل فلوت زي العوامه. ذا فانكشن اوف ميركوري، عندي مادتين موجودين من تحت، يا اما الميركوري يا اما ماده اسمها ليد. وده انا بقول لك عباره عن ثقل، وزن تقيل بيعمل ايه؟ فيرتيكال بالانس. تبقى الاجابه الصح عند حضرتك هي الاجابه ايه؟ ولد 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 الاثنين. ان هيدروميتر ذا density of liquid is maximum، الدنستي اعلى حاجه في الهيدروميتر. يعني انا موجود من تحت ولا من فوق؟ لا، يبقى البتاع غطس كله؟ لا، غطس جزء صغير منه. بص كده معلها، بص، غطس جزء صغير منه. ولو غطس منه جزء صغير يبقى ما غطسش كله، يبقى الترقيم موجود من تحت. يعني الجهاز ما غطسش كله، غطس حته صغيره، يبقى دي ماده تقيله. حلو. هنا قال لي ذا فوليوم اوف اميرسد، يعني الغاطس بارت اوف هيدروميتر انكريز. غلط، الكلام ده مش صح. طب اللي وراه ذا فوليوم اوف اميرسد بارت هيدروميتر ديكريز، يعني بالبلدي كده يا باشا بيقول لي الجزء اللي غطس مش كتير. صح، يبقى الاجابه الصح هي الاجابه بي. اللي وراه in the hydrometer which of the following material can be used to be held balance. ايه الحاجه اللي بتحب تعمل وزان بالانس؟ توزنه، يعني ما تخلوش ولا شمال ولا يمين. يبقى الميركوري والليد، ومع احترامي ليك الميركوري رمزها اتش جي والليد رمزها بي بي. اللي بعده a quantity of pure water
at temperature 3 سليزيوس. ماشي كده في الحته الغير طبيعيه. is placed in refrigerator. what happened to the mass and volume of water when it freeze. يعني كده كانت 3 فريز، يعني وصلت عند الصفر. ده معناه ان التمبريتشر بتاع حضرتك زاد ولا قل؟ طب نورمال ولا اب نورمال؟ اب نورمال. الاب نورمال الدنستي كمان هي كمان هيحصل لها ايه يا رجاله؟ هتقل. والفوليوم هيحصل له اكسباند، يعني هيزيد. يبقى الاجابه الصح. بيقول لي الماس، لا ثانيه واحده، انت حاطط نص كيلو ميه، هيفضل نص كيلو ميه. اللعب بس في الفوليوم. بص الفوليوم يكبر يصغر بس هو نفس الوزن، يبقى نفس الوزن. بص نو تشينج، الوزن ما بيتغيرش، الحجم بس بيتغير. يبقى الاجابه دونت تشينج، ولكن بيحصل انكريز في الفوليوم. اللي بعديه ذا ريلاتيف دينستي. ويت بقى في الحته دي اوف ووتر، قال هنا كلمه ماء، سي ووتر، سي ووتر ميه البحر. اول ما اسمع كلمه ريلاتيف افتكر كلمه مقارنه. كنت بقارن مين؟ كنت بقارن ريلاتيف دينستي، كنت بقارن الدينستي بتاعت السي ووتر للدينستي بتاعت الووتر العاديه. يبقى كثافه الميه بتاعت البحر او كثافه اي ماده على كثافه الميه. طب واحده واحده، هي الريلاتيف دينستي بكام؟ يعني دي بكام؟ ب 1.025 تساوي الدينستي بتاعت الميه السي ووتر دينستي على الدينستي بتاعت الميه واحده. يبقى ميه البحر على الميه العاديه. هي الميه العاديه الدينستي بتاعتها ايه؟ مره انا عايزها بالجرام ومره عايزها بالكيلو جرام. ثانيه واحده، يبقى انا هكتب القانون تاني. 1.025 تساوي الكثافه بتاعت ميه البحر على كثافه الميه. والله لو انت عايزها بالكيلو جرام يا اسطى، احنا عارفين ان الكيلو جرام الدنسي بتاعت الميه ب 1000 طالما بالكيلو، وعارفين ان الجرام الدنسي بتاعت الميه بواحد. هنعمل ايه؟ عايز اجيب، هو بيقول لي انا عايز اعرف الدنسي بتاعت البحر، اضرب في واحد. يبقى هنا لو بالجرام هيبقى نفس الرقم، هيبقى 1 بوينت، ده لا طبعا ده لا، 1.025. ماشي. طب لو بالكيلو جرام اضربها في 1000، لان هنا كيلو جرام يروح هناك بعكس الاشاره عشان تجيب الراجل اللي ناقصك ده. 1000 في ده هيطلع معانا 1025، ولكن ده في حاله الكيلو جرام. تبقى الاجابه الصح لحضرتك هي الاجابه س. اللي بعده، السؤال اللي بعده بيقول ذا اوشن كارنت ترانسبورت. الاوشن فايدته ايه؟ بص، في ميه سخنه في ميه ساقعه، والسخن خفيف يطلع فوق والساقع تقيل ينزل تحت. في ميه مالحه في ميه عازبه، العازب خفيف يطلع فوق والميه المالحه تنزل تحت. بتحاول ان تعمل كرنت جوه الميه عشان الاكل او الطعام اللي موجود في البوتوم يطلع فوق للابر عشان الناس تعرف تاكل. ما في اكل موجود في قاع البحر محدش عارف ياكله، يطلع فوق او حتى يطلع يتحرك من خطوط الاستواء اللي اسمها اكويتور او تروبكس. خلاص، يبقى الاجابه ان النيوترنت موف فروم ذا اوشن بوتوم تو ذا سيرفيس. تبقى الاجابه الصح هي الاجابه سي. بكده يا شباب لحد السؤال ده نكون خلصنا البارت بتاع الهوم ورك. انا شايف ان هو بارت لذيذ، شايف ان الناس كلها مطالب منها ان بشكل كبير تحاول انها تجتهد وتحاول انها تخلص جزء صغير، مش شايف ان هو كبير. 20 سؤال تطبيق على الجزء اللي خلصناه، ولسه كمان هينزل لك الفيديو بتاع الهوم ورك الاكسترا خلال الاسبوع. مش هسيبك، انا هفضل معاك وهحل معاك الاكسترا هوم ورك في قلب الحصه، بعض الاسئله منها عشان اطبق عليها. بحبكم جدا، وراكم معاكم في ظهركم من قلب بقول لك وي نيفر جيف اب.